أكثر من فلوكة في الشواطئ التونسية تكسرت كما تشوف في الفيديو. أكثر من صياد تكسرت له الفلوكة متاعه. عندي صاحبي في سوسة ديجا يخدم صياد تكسرت له الفلوكة متاعه. أقل حاجة تنجم تعملها الدولة التونسية إنها تعوض لكل واحد تشري له الفلوكة كيف اللي كانت عنده. تصور الفلوكة ذيك راهي معيشة عائلة، الفلوكة ذيك يصيد باها، الفلوكة ذيك يخلص بها بالكرا ياكلوا باها. الصياد هذاك هو المورد الرزق متاعه، وكما تعرفوا معناها الحوت والصيد والكل معناها عنده دور كبير في اقتصاد تونس. هذاك علاش اقل حاجه تعملها الدوله انها تكرم الصياده وانها تعطي تعويض للصياده. المينيموم تاع التعويض انها تجيب لهم فلوكه، علاش لا خير من اللي كانت عنده في صالح الدوله وفي صالحه هو، خاطر يعلم بيهم ربي. عباد مور نعرفهم بحاره صاحبي نعرفه في سوسه مسكين ما يصيدش ما ياكلش، ما يصيدش اليوم ما ياكلش، يصيد ياكل معناها خبزته في الحوت معناها، فهمت؟ ان شاء الله فيت في بعد ما تهدى الاوضاع وتهدى العاصفه ان شاء الله تونس اللي ماتوا ان شاء الله ربي يرحمهم. زاد لازم عائلات اللي ماتوا يتكرموا، خاطر البحاره من اصعب الخدم. وكما تشوفوا معناها تخرج اليوم باش تصيد نجم ما ترجعش لداركم. ان شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم، واللي تكسرت لهم الفلوكه متاعهم ان شاء الله الدوله تعوض لهم في اقرب وقت.